السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. اليوم غنهضروا على الاداء ديال كل من حكيم زياش وسبب عدم اشتراك نصير المزراوي في مباراه اليوم ضد شالكه، والحاله الصحيه لكل من عز الدين أناحي وسفيان بوفال. لكن قبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تكون اول من يتوصل بجديد المنتخب الوطني. اشترك بوتر مدرب تشيلسي النجم المغربي حكيم زياش بدءا من الدقيقه 73 ضد نيوكاسل، بعد ان كانت تشيلسي متاخرا بنتيجه 1-0 ورغم الخساره الا ان حكيم زياش حقق تنقيطا جيد في المباراة بحيث تحصل على تقييم 7.4 خلال هذه المباراة. أما بالنسبة لعدم إدراج نصير المزراوي اليوم ضمن التشكيلة الرسمية للفريق البافاري ضد فريق شالك، هذا أمر راجع للمدرب نيغلسمان حيث فضل عدم إشراكه وإراحته في المباراة الأخيرة قبل التوجه للمونديال. وسيلتحق نصير المزراوي يوم الأحد بتجمع المنتخب الوطني للتحضير لمونديال قطر. أما بالنسبة لكل من أناحي وبوفال تم عرضهم على طبيب الفريق لتحديد حدة الإصابة التي يعاني منها اللاعبان المغربيان في فريق أونجي الفرنسي، وحيث طمأن الجهاز الطبي للفريق الفرنسي الجهاز التقني للمنتخب الوطني المغربي. وجاء في التقرير التأكيد على أن الحالة الصحية للاعبان لا تدعو للقلق، ويرجى الذكر أن عز الدين أناحي تعرض لشق على مستوى الأنف. أما بالنسبة لسفيان بوفال تعرض للإصابة بسيط ولا تدعو للقلق ولا تشكل أي خطر على عدم تواجده في المونديال رفقة المنتخب الوطني. إلى هنا ينتهي الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بالجديد وترك تعليق إيجابي واقتراح مواضيع للنقاش.